اهلا بيكم اعزائي المشاهدين. النهارده هنعمل البطه الجميله دي الفريش. بصي، طالعه دايبه وطعمها في منتهى الجمال، وهنعملها بخطوات سهله وبسيطه وبتتبيله رائعه مشويه في الفرن. اهلا بيكم اعزائي المشاهدين. النهارده عندنا بطايه فريش كده وجميله. وقبل كده بعتولي وسالتوني ان بتجيبي الطيور الفريش منين. انا جبت لكم اهو العنوان بتاع الطيور الفريش اهي. عنده بط وعنده فراخ وعنده حمام وعنده كل حاجه. ادي اهو، لو تاخدي سكرين شوت خدي اهو. ودلوقتي بقى هناخد البطة دي وهنعملها مع بعض. دلوقتي يا حبايبي اهو قطعت الراس بالرقبة وقطعت المنقار اهو هرميه، وقطعت الحتت اللي هتترمى من الأجنحة اهي بالشكل دوت. ودلوقتي بقى هنعمل المحلول اللي هنحط البطة بتاعتنا فيه. المحلول ده بقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن نص كوباية خل اهو بالشكل ده، ونص كوباية سكر كده، ونص كوباية ملح اهو. وهنجيب مية عادية من الحنفية وهنعمل كده اهو، وهنغطي البطة بتاعتنا في المحلول ده، هنغطيها بالشكل ده. واحنا عشان المية مش كتيرة فوق منها، فانا كل مثلا ساعة ولا ساعتين هحاول ان انا اضيرها على الناحية التانية، وهغطيها بالشكل ده وهحطها في التلاجة ابيتها لتاني يوم. وتاني يوم هنطلعها ونكمل مع بعض. ودلوقتي يا حبايبي طلعت البطة من المحلول وشطفتها حلو جدا جدا وصفتها. ودلوقتي بقى جبت التتبيلة بتاعتها. التتبيلة عبارة عن توم باودر وبصل باودر وماجي وبابريكا وملح وفلفل اسمر ومعلقة بتاع ده للمشاوي، تتبيلة المشاوي، وحبة صغيرين من السبع بهارات وواحدة سينمون وحبهان ومستكة وورق لوري. ودلوقتي بقى بشرت طماطمايه كبيره وبشرت بصلايه وعصرت الليمونه. دلوقتي بقى هحط الخلطه كلها على بعض. هحط الطماطم بالشكل ده على البصل كده، على الليمون اهو، وهقلب الخلطه كلها على بعض بالشكل ده اهو كده. وبعد كده دلوقتي بقى هتبل بيها البطه من بره ومن جوه. ودلوقتي يا حبايبي البطه اتبلت بالتتبيله بتاعتها اهو بالشكل ده. ودلوقتي بقى هنسيبها في التتبيله الحلوه دي، هنسيبها حوالي ساعه، وبعد ساعه هنحطها في الفرن. لكن لو عايزين نحشيها هنجهز الحشو ليها. انا هحشيها فريك، فهجهز الفريك وهنرجع نحشيها مع بعض. دلوقتي يا حبايبي للحشوه ما لقيتش عندي فريك، عندي برغل اهو، فحطيته غسلته وحطيت البرغل وحطيت عليه سمنه وحطيت عليه فلفل اسمر وملح وماجي. ودلوقتي هحمره عشان هنحشي بيه البطه. ودلوقتي يا حبايبي حشيتها اهو، حشيتها بالبرغل وقفلتها يعني تقفليها بالخيط بتاع المطبخ ده، يا اما بالسكات دي اهو بالشكل ده. وحشيتها كلها، وحشيت حتى الأزلة بتاعتها دي كمان. ودلوقتي بقى عندي الكيس الحراري اهو، ودلوقتي بقى هحطها في الكيس الحراري. ودلوقتي يا حبايبي حطيتها في الكيس الحراري وحطيت عليها الصوص اللي متبقي منها كله، البصل والطماطم وكل البهارات اهو، فضيتها برضو عليها بالشكل ده. وهقفل الكيس دلوقتي اهو، وهدخلها الفرن على درجة حرارة 400. هسيبها حوالي ساعة، وبعد كده هقلل الحرارة لغاية ما تكمل سواها. واهو يا حبايبي البطة شكلها بعد ما خرجناها من الفرن وفكناها من الكيس الحراري. بصي دايبة ازاي، بصي النسيرة بتاعتها اهي، زبدة. وبألف هنا. باي باي.